هلو شباب، في الفيديو هذا باش نعطيك الرود ماب، خريطة طريق من اجيس كزيد كيفاش تولي فول ستاك ديفلوبر في 2026. اسمعني مليح في الفيديو هذا وركز معايا للاخر. اكبر غلطة تعملها العباد انك تبدا بالفريم ورك قبل ما تفهم الاساس. برشا عباد تمشي تعلم اي فريم ورك سواء نيكست رياكت فيو انجيلار وتقولك راني ديفلوبر، اما الحقيقه انه اذا فهمت كيفاش الامور تخدم من تحت راك تبني وانت ماكش فاهم شنو قاعد يصير حرفيا. قبل ما تدخل في الكود وتبدا تتعلم في الكود والحاجات هذيك لازمك تتعرف شويه على الاساسيات نتاع اللابتوب باش تبدا فاهم اللعبه كيفاش تمشي، وما يلزمكش تدخل في تعقيدات تقنيه، اما تعرف الصوره العامه. عندك بار اكزومبل السي بي يو هو المخ نتاع الجهاز، هو اللي ينفذ الاوامر. عندك الرام هو الذاكرة المؤقتة اللي يخدم به الكمبيوتر وقت البرامج محلولين. عندك ستورج وين تخزن الملفات والبرامج بطريقة دائمة. وعندك الاوبرينج سيستم كيما الويندوز ولا لينكس، هو السيستم اللي ينظم كل شيء ويخلي البرامج تخدم. كيف نكتبوا كود الكمبيوتر يقراه وينفذه ويستعملوا الذاكرة والتخزين باش يخدم البرنامج. اذا كان عندك فكرة بسيطة على الدورة هذه تولي تفهم علاش برنامج يبطأ، علاش يصير باج، علاش جهازك يعمل كراش. الفكرة انك ما تبديش البرمجة وانت ما عندك حتى تصور على البيئة اللي تخدم فيها. بعدها تجي اهم مرحلة عندي انا في تكوين الديفلوبر ولا الانجينير. الالغوريثم معناها طريقة منظمة باش تحل مشاكل. قبل ما تكتب كود تسأل روحك كيفاش نحل المشكلة بأبسط وأسرع طريقة. مثال بسيط، تحب تلقى أكبر رقم في ليست، تمشي عنصر بعنصر وتقارن بيناتهم. هذا هو شنو معناه الالغوريثم. لهنا تتعلم كيفاش تفكر، كيفاش تقسم المشكل، كيفاش تستعمل اللوبس، الكونديشن، الاريز، الفانكشن، وتفهم حتى الفرق بين حل سريع وحل بطيء. ديفلوبر القوي هو ديفلوب عنده بازيك قوي في الالغوريثم، والحاجة هذه تخليه يتعدى من لغة للغة بعد في الخدمة. كيف تفهم الاساسيات والمنطق؟ تمشي تتعلم الفرونت اند. قل قايل يا رودا شنو هو الفرونت اند؟ الفرونت اند يا برو هو الواجهة الأمامية. وقت تحل انت أي سيت تاع ويب تلقى دي بوطون تصور دي فيديو، افوكا هما بارتي الفرونت اند. أول لغة معنا باش نتعلمه هو ال HTML، هو المسؤول على الهيكل متاع الصفحة هذيك متاع الموقع، وين باش تحط العناوين متاعك، الصور، لي بوطون، الحاجات هذيك الكل. بعديك مش تعدى للسي اس اس، هو اللي مش يعطي روح للسيت متاعك، هو الشكل، يعطي الالوان، الترتيب، هو اللي يخلي السيت متاعك ريسبونسيف باش الموقع يخدم في التليفون والكمبيوتر ويبقى محافظ على الزينه متاعه. الجافا سكريبت هو الحركه والمخ متاع الصفحه، هو اللي تخلي السيت متاعك يعمل ديزاكسيون. وقت اللي ترس على بوطون تبع في داتا الصفحه تجيب معلومات من الاي بي اي وتبدل المحتوى. كيف تتقن كليفة فوما وتعمل بهم مشاريع وحدك، ساعتها تبدا تتعلم في الفريم ورك. الفريم ورك كيما نيكست جي اس، رياكت، الفيو، لونجيلار، ومازالوا برشا فريم ورك اخرين. هو نظام ينظم خدمتك ويسهلك تبني مشاريع كبيرة بطريقة مرتبة، اما هوش باش يعوض الاساس، هو جيست يبني فوق الاساس. اذا كان فاهم البازيك والجافا سكريبت مليح راك تنجم تقدم. اذا كان ماكش فاهم وبديت طول في فريم ورك راك ماكش باش تبعد بها لبعيد. وبعد تمشي تتعلم الباكاند. الباكاند هو السيرفر اللي يستقبل الطلبات، يعمل لوجين، يحمل حسابات ويربط مع الداتابيز. نجم تستعمل نوت جي اس مثلا، ومن بعد تجي الداتابيز كيما ماي سيكول ولا مونجو دي بي باش تخزن معلومات بطريقه منظمه. في الاخر تجيك المرحله متاع الهوست ومستطلع السيت متاعك لايف في الانترنت، تخليه يخدم دومين خاص بيك وتوري العالم خدمتك. الترتيب الصحيح في 2026 يكون هكا: تفهم الكمبيوتر كيفاش يخدم، تعلم اللوجيك، الالغوريثم، تعلم ال HTML، CSS، الجافا سكريبت، تعمل مشاريع. بعد تبدا تتعلم في الفريم ورك، تعلم الباكاند، الداتابيز، وبعد تعلم الهوست والجوافك. فول ستاك يا برو معناها تنجم تبني مشروع كامل وحدك من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية لتخزين الداتا وتطلعه لايف. إذا تمشي بالترتيب هذا تخدم بجد من 8 ل 10 شهور راك حرفيا تنجم تدبر خدمة في اي شركة ولا تدبر خدمة فريلانس. عندي ليكم نصيحة كبيرة يا شباب، خاصة في الوقت هذا في 2026. في اول المرحلة متاعك وقت اللي تبدأ تتعلم في اي دومين، خاصة في دومين الكود، ما تخليش الاي هو اللي يكتب لك الكود متاعك، لخاطر هو مش يبدأ يكتب لك كود وانتي باش تبسطها الحكايه ومش تبدا كوبي كولي وانتي ماكش فاهم حتى شيء. ولهنا يخليك انتي بيدك بعد في المارشي، حتى اذا كان دبرت خدمه تخلي الشركات
فيس عم تبدلك، على خاطر في الوقت اللي انت لازم تتعلم فيه البازيك تبني فيه الاساسيات نتاعك، انت عطيت للشات جي بي تي والا لاي اي تولز يتعلم في بلاصتك. ولهنا حرفيا حتى كيف كان تدبر خدمه رام سهل وفيس على الاخر باش يبدلوه، لخاطرك ماكش فاهم الجيم الكل كيفاش قاعده تخدم. نصيحه شباب، استعمل الاي خليه يفسر لك مثال سنتاكس معين، خليه يفهم لك الحاجه فيك شنو معناها اذا كان ما فهمتش حاجه، لكن بالحق ما تخليهوش هو يكتب لك الكود وتهز الكود هذاك تخدم به. لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تنسيش تعمل جيم لايك، تعمل اشتراك في القناة باش يوصلك لقديم وجديد، تنسيوش تتفاعلوا مع الفيديو. اللهم صل وسلم على سيد الخلق.